سلام بنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ان شاء الله يا ربي يلقاكم كلكم في صحه جيده. كيف كتلاحظوا معايا اليوم بغيت ندير واحد الغديوه على قد الحال، وقلت علاش لي ما نشاركش معاكم. المهم درت هنا الحوت عادي في الفران. الصراحه كيجي زوين بزاف وما كيهش الزيت وكيجي لذيذ وبنين. الصراحه ما تقدروش تقنعوا منه. ورافقته بشويه ديال الخضره مسلوقه حتى هي كتجي زوينه، وديك الشلاضه ديال المقارونيه، ودرت معاه عصير بخيزو. ومهم نتوما غتشاهدوا معايا الطريقه ساهل بزاف وهذا الشيء كيكون صراحه موجود في الدار. علاش لي ما نوعوش نحيدو من داك اللحم والمهم راكم عارفين علاش لي ما نديروش اليوم. ما درت لا اللحم لا والو، داكشي غير الخضره وشويه ديال الحوت طايف في الفران وصافي. المهم بنات كنتمنى يجيكم هذا الفيديو ديال اليوم ودعموني بلي لايك، واللي مازال مشتركش القناه ديالي يشترك فيها. والصراحه راه هاد الوصفه اللي غنعطيكم اليوم ديال الحوت هي ماشي شي وصفه غير، هي المهم شي حاجه بسيطه وكتجي بنينه. المهم هنا غادا نبدا معكم فيديو بالعصير. درت شويه ديال الفريز، شويه ديال الليمون وخيزو مسلوق. الفريز والليمون راهم كونجلين كانوا في الفريغو، ودرتهم في الماكينه ودرت معاهم السكر صافي وخليته يذوب. حتى غادي نصايب الحوت عاد باش غندوز باش نطحنه. المهم بالنسبه للحوت راني خديته بحال هكا مغسول ومنقي مزيان. سرحت الحوته درت فيهم شويه ديال، كنسرح هكا حوته حدا وحده وحده حدا وحده، ودرت عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال الشونيه. بالنسبه للشونيه كتبقى اختياريه غبره، نتوما وشنو بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها لكم اختيار، غير هو كيجي واحد البنه زوينه. صافي هنا خديت شويه ديال الدقيق ودرتو بحال هكا سرحتو. كنمرمد هاد الحوت في داك الدقيق. الا كان عندكم الدقيق ديال الزرع راه حتى هو كيجيب الحوت زوين بزاف، وتمرمدوه هكا في الدقيق ديال الزرع. صافي وكنستو فيها بحال هكا في الطاوه اللي مدهونه بالزيت. من بعد كندخلها للفران شاعل تحت والفوق، وكنديرو كنخليه يطيب. ومن بعد دزت باش نطحن العصير، وهنا غادا نطحنو مزيان مزيان وغادا نصفيه بطبيعه الحال. كيف كتعرفوا كيجي زوين مصفي. راني موجده ديك السطيله اللي غادا نصفي فيها والصفايه والمعلقه اللي غنحتاج. صافي البنات وانتم معايا. الصراحه هاد الغديوه جات زوينه بزاف وبنينه في نفس الوقت، وهكا الواحد كينوع من اللحم فهمتوا اللحم هكا بزاف راه ما كيكونش صحي، والحوت راه تيكون زوين بزاف وصحي بطبيعه الحال. صافي وانتم معايا. من بعد ما كنصفيه بحال الطريقه كنبقى نبرك بحال هكا وراه كيهبط بكل سهوله. من بعد غادا نديرو في واحد القرعه باش ندفعو الفريغو باش يبرد شويه، واخا راه بارد حيت الفريز والليمون كانوا باردين. واخا درت فيه خيزو كان شويه سخون راه كيرجع يبرد، والماء اللي طحنت به حتى هو كان بارد. صافي البنات وهانتوما معايا. ايوا غادي ندفع الفريغو باش تبرد كيف قلت لكم، وغنغسل داك المعينات بطبيعه الحال. ضروري ما نجمعوا الدنيا والروينه اللي كتبقى. وهنا خديت 4 فصوص ديال الثوم، ولكن ما غاداش نحكهم كلهم، غادا نحك غير 3. هاد الطريقه راه كتكون ساهله وما كتجرحش ليدكم، كتمشيش الصبع ما كيمشيش مع الحكاكه. كنخلي الثومه بالقشور ديالها، كنحيد لها غير داك الفوقاني هكا بايدي صافي، وكنبقى نحك فيها. ومن بعد راه كتحيد هذيك القشره كتبقى هكا في ايدي، شفتوها ها هي راه كتحيد. وفي نفس الوقت ما كنقيش صباعي الحكاكه، ما كان يعني ما كنجرح ما حتى شي حاجه. بالنسبه شحال من واحد كيبغي يحكو وكتبقاي تقيسي في يدك في الحكاكه وتتبقى كتبقى تزلق الحكاكه ولا الصبع ما كيبقى يعني التومه كتبقى تزلق من اليد، فهمتوا؟ المهم هذه طريقه جديده وزوينه بالنسبه اللي بغى يديرها. صافي من بعد ما حكيت 3. غادا درت عليهم شويه ديال الزيت شويه ديال الملحه، مكثرش حيت الخضره اللي درتها تطلق درت معاها الملحه. صافي غادا نديرها فوق من البوطه، شعلت عليها وغادا نخليها تقلى واحد شويه باش تطلق ديك النكهه ديال الثومه والزيت. وغادا نبقى نحرك بحال هكا شويه حتى كيف قلت لكم كتطلق ديك النكهه. هاد الطريقه كتجي زوينه بالنسبه كاين شي بعض الناس اللوبيا ما كيبغيوهاش.
الا سلقتيها درتيها هاد الطريقه راه كتجي بنينه. انا ما كتعجبنيش اللوبيا، وهاد الطريقه الصراحه جات زوينه وبنينه والله تعجباتني. صافي تناخذ اللوبيا اللي سلقت ولا تفوروها نتوما شنو بغيتو تسلقوها بغيتو تفوروها. خديتها صفيتها بحال هكا، درتها في الصفايه وخليتها كتصفى، ومن بعد درتها في الطبسيل، درت عليها هاد شويه ديال الثومه والزيت ديالها، درت شويه ديال الربيع، وغادا ندير شويه ديال الكمون، وغادا نحركهم مزيان. راه كيكون فيه واحد المذاق والله حتى زوين، غير جربوا الطريقه والله ما تندموا عليها. بالنسبه للناس كيبغيوش اللوبيا ولا ما كتعجبهمش راه كتجي زوينه بزاف. صافي كنحركها بحال هكا بجوج معلقات باش كتحرك مزيان، وكتجي فيها ديك النكهه ديال الثومه الصراحه واعره. اما بالنسبه للبطاطا حتى هي غادي ندير ليها نفس الطريقه، غادي ناخذ شويه من داك الثومه والزيت اللي خليت في المقله، وغادي ندير عليهم البطاطا اللي سلقتها وصفيتها مع شويه ديال الملحه. وتقدروا تفوروها كيف ما قلت لكم، هاد الطريقه تقدروا ديروها حتى في خيزو حتى هو تقدروا تسلقوه وديروا معاه بحال هكا شويه ديال الثومه وتصوطيوها معاه. صافي هنا درت شويه ديال الربيع وغادا نحرك. بالنسبه غادا نشعل عليها البوطه حتى كنطفيها شويه عاد باش غادا ندير شويه ديال الكمون من الفوق، والزيت البلديه حتى هي اللي بغى يديرها. صافي كتجي فيها حتى هي داك المذاق ديال الثومه ومع الزيت كتجي زوينه. صافي كنحركها بحال هكا وكنشعل عليها البوطه، كنسخنها غير شويه فوق من البوطه صافي، وكنطفي عليها وكنحيدها. هانتوما البنات صافي غنبقى نحرك فيها غير شويه باش تقيس كلها ديك العافيه وتشحر شويه. صافي الصراحه هاد الطريقه وليتها كتجي زوينه وسهله في نفس الوقت بالنسبه للناس اللي بغاو ينوعوا ويرافقوا بحال هكا شلاضه مع الحوت. صافي هي دابا غادي نطفي عليها البوطه، ما خليتهاش قريبا غير 5 دقائق حتى 6 دقائق. صافي درت عليها شويه ديال الكمون وغنخلط عاوتاني مره اخرى. وفي هاد الاثناء تقدروا تزيدوا شويه ديال الزيت ولا حتى تصوطيوه في اولا تحطوها في البلا اللي بغيتو تقدموا فيه، وديروا شويه ديال الزيت فوق من كل شيء، فوق اللوبيا وفوق البطاطا. هنا خديت هاد المقارونيه هادي سلقتها حتى هي وشديت كاشيرته وحكيته بحال هكا، وغادا ناخذ طون يعني الشكل اللي بغيتو نتوما، الطون موتزاريلا نتوما شنو بغيتو، وكنديروا بحال هكا من الفوق. وبطبيعه الحال هاد المقارونيه راني درت معاها شويه ديال الملح ملي كانت كتسلق. صافي وغادي نخلط مزيان. كان عندكم مايونيز ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش نتوما واللي بغيتو، الاختيار كيبقى ليكم. صافي وغادي نحركها مزيان بحال كنخلطها حتى كيتجانسوا مزيان مزيان. ودابا غادا نبدا كنصيف في الخضره ديالي، غادا نحطها بحال هكا. خديت هنا 2 طباسل، كل طبسيل غادا ندير فيه شويه ديال اللوبيا اولا ديك اللوبيا اللي عندي غنقسمها على 2. ومن بعد غادا ندير البطاطا حتى هي غنقسمها على 2، غنحطها في 2 طباسل، كل طبسيل غادا ندير فيه النص. وديك المقارونيه حتى هي غادي ندير ليها نفس الشيء، حتى هي غادا نقسمها حتى هي في هاد الطباسل. المهم كلشي حطيته في طبسيل واحد من غير الحوت اللي درته بوحدو في الطبسيل ديالو. صافي تقدروا تاكلوها بحال هكا بالمعلقه مع الحوت، تقدروا ديروها مع الحوت في الساندويتشات. المهم نتوما واللي بغيتو. الا كانت عندكم الهريسه حتى هي ديروها رافقوها مع الحوت، حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. اولا ديروها بحال كدهنوا بها داك الحوت من الداخل، ومن بعد ديروا شويه الملح وشويه تاع الكمون بلاش الشونيه حيت اصلا الهريسه كتكون حاره. وصافي وراه هاد الطريقه سهله. الا كان ولا بغيتو عاوتاني طريقه اخرى كتاخذوا شويه ديال الزيت البلديه ديروا معاه شويه ديال الربيع شويه ديال الملح والكمون، كدهنوا بحال هكا داك الحوت من الداخل. صافي وكتنيو كتدخلوا حتى هو الفران راه كيجي بنين، ما تقنعوش منه. صافي هذا هو الحوت من بعد ما خرجته من الفران كيجي على هاد الطريقه. كيجي
بنين بزاف، كيجي هكا محمر وناشف، ما كيجيش هكا مرخيف كيف ما كيتقلى في الزيت، كيجي ناشف ومقرمل. وهاد الخضره حتى هي كتجي بنينه بزاف، كيجي فيها واحد المذاق ديال ديك الثومه اللي مصوطيه شويه مع الزيت، كتجي واعره. وتا هاد المقارونيه راه كتجي زوينه، الشلاضه ديالها راه كتعجبني انا، بعدا كتحمقني، كنديرها بزاف حيت كتعجبني. وصافي، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ودعموني بلي لايك، اللي مازال مشتركش القناه ديالي يشترك فيها ويفعل الجرس باش اي جديد ان شاء الله يحطوه. هذا هو العصير بطبيعه الحال اللي درت معكم، تا هو كيجي منعش زوين بزاف. وكانوا الناس بكري كيديروا بزاف غير الليمون وخيزو، كيف كتعرفوا كانوا كيحكوا هكا خيزو يديروا مع الليمون، فاحنا بقينا كنديروا خيزو مع الليمون، راه هو كيجي زوين. ودرنا شويه ديال الاضافه ديال الفريز، كيعطي حتى واحد المذاق بنين. وصافي، هنا راه كنذوق معكم في داكشي حيت عجبني، ما قدرتش نصبر، كنصايب وتناكل. صافي البنات، هنا وصلت معكم الفيديو للاخر ديالو، خليتكم على خير، باي باي.